حسام على فكره من الشخصيات الجميله جدا وبحبها. بص، وارد ان انت لانك انت بتحترم المكانه بتاعتك وبتحترم الشغل بتاعك وبتحترم الفنيه اللي انت بتلعب لها، فطبيعي ان انت بتبقى عصبي لان هو عليه مسؤوليه كبيره جدا، بس ان هو كابتن النادي الاهلي. فبيبقى كل النقد وكل الاعلام موجه على حسام غالي بصفته ان هو كابتن. اكيد ليه عذر ليه لان هو عنده الروح. انا بحب النوعيه اللي عندها الروح ديت، اللي هي بتموت نفسها وبتحب النادي بتاعها وبتحب تملي المكسب، بتكره الهزيمه. فوارد يعني مش عيب ان انت تبقى عصبي عشان شغلك. مصر كلها عصبيه، حتى في شغلها خارج الكوره وبره الكوره، في التمثيل بره التمثيل. احنا طبيعتنا ان احنا غيورين شويه وطبيعتنا ان احنا عصبيين. حسام غالي بالنسبه لي اخ صغير، يعني ما حصلش ما بيني وما بينه حاجه، لان في حاجه اسمها تقدير واحترام. الحمد لله انا ما حدش يقدر يعمل معايا الكلام ده خالص يعني عشان نبقى فاهمين. لا ليه انا هدخل نفسي في موقف ليه كده يعني؟ فاهم قصدي؟ ما كل حاجه ليها حدود وكل حاجه ليها الطريقه بتاعتها وكل حاجه ليها الاسلوب بتاعها. فالحمد لله ما حصلش في حياتي ان حد يخش معايا ند، يعني يبقى في ند او راس براس، لان الموضوع ابسط من كده. لان احنا برضو لعيبه كبار وهم ليهم اساميهم، فعمري ما حطيت نفسي في موقف حاجه زي كده خالص.